طبيعة الشحنة الآن التي وردت؟ هل الأمر واقع؟ وردت من إيطاليا 2500 طن من النفايات، ما حقيقتها؟ ما طبيعتها؟ ما مكوناتها؟ ولماذا كل هذا الجدل بشأن هذه الشحنة دون غيرها ما دام الأمر ربما جاري به العمل منذ العام 2002؟ تماما. دونك هذه الشحنة اللي جات من إيطاليا كان بإمكانها تجي من إنجلترا ولا تجي من فرنسا إلى غير ذلك. وهذه الشحنة كما كتشوفوا هي مكونة من كرتون، البلاستيك، النسيج. أراك تحملي ربما أتيتي معك بنموذج ما هي مكوناتها، إذا كان من الممكن أن ربما تبديه حتى يظهر تماما. هذه عينه من هذا الوقود البديل اللي تكلم عليه سي شعيبي وسي حسن، واللي كتكون كما قلنا من البلاستيك، الورق، الكرتون، النسيج، واللي كما كتشوفوا جافه، ما فيها حتى ضرر. انا كنقيسها بيدي وما خايفاش منها وما كتلحق حتى ضرر للصحه. وبالتالي مزيان الكاميرا تشوفوا باش نوريو للراي العام بان هذه الباخره اللي جات ماشي بقايا الطعام ديال ايطاليا، لا ماشي هذا الشيء. حنا جبنا وقود بديل اللي غادي يمكننا باش نستبدلوا به الطاقه الاحفوريه. التقارير الاعلاميه تحدثت عن شحنه قادمه من ايطاليا من منطقه نابل، تتضمن نفايات سامه وخطره قد تسبب سرطانات وأمراض وتؤذي المحيط والبيئة، ومكونة أساسا من إطارات السيارات. هل هذا صحيح؟ كل هذا هل هذا صحيح؟ أنت تحملين معك قطع كرتون وبلاستيك. هذا غير صحيح. هاد الشحنه اللي جبناها من ايطاليا هي شحنه كيما وريت. هذاك اولا هل هي من منطقه نابل التي كانت النفايات فيها مكدسه طوال سنوات طويله؟ هل هذا الامر صحيح؟ تماما. دونك شفنا في مواقع التواصل بان هذا الشيء جاي من نابل الى اخره. انا غادي نقول بان هذا الشيء جاي من بيسكارا، من لا ريجون بيسكارا. اين توجد هذه المنطقه في ايطاليا لو سمحت؟ جات شيئا ما بعيده عن نابل. اوكي، هي شيئا ما بعيده عن نابل، وبالتالي هذه جات من واحد المنطقه اللي لا علاقه بهذيك المنطقه اللي كيهضروا فيها الناس على كاينه واحد المافيا اللي كانت كتتاجر في مواد سامه الى غير ذلك. هذا الشيء جاي من مصنع اللي عنده منشاه صناعيه اللي كتنتج وقود بديل من مراكز الفرز، ومكون حصريا من هذه المواد التي ذكرتي. حصريا من هذه المواد اللي ذكرتها. يلا دابا